السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه وقناتي اسمها هبه كيتشن. ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض اكل جميل. هنعمله بطريقه سهله وسريعه ان شاء الله باذن الله، وهشارك معاكم فطاري اليوم. هنعمل ايه بقى ان شاء الله؟ انا هعمل كفته برز، وهعمل شوربه لسان عصفور، وكمان هعمل باميه ويكا، وهعمل رز بالشعريه. ويلا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه دي معايا بصلايه متوسطه، بدات ان انا احمرها. حطيت طبعا الماده الدهنيه ونزلت عليها بالبصله المفرومه الرفيع، وبدات ان انا اشوحها وخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. نزلت عليها بفصين توم في الاخر قبل ما احط الطماطم. شوحت فص الثوم مع البصله، ونزلت عليهم بعصير الطماطم الفريش زي ما انتم شايفين كده. دي طماطم متصفيه. بدأت ان انا هقلب بقى، وهظبط بقى الملح، وهسيبها لحد ما تتسبك. اكل النهارده سهل وان شاء الله مش هياخد وقت باذن الله. هبدأ بقى اظبط الملح معايا، وكمان هنزل بفلفل اسود، وهقلب الكلام الجميل ده، وهغطيها الحله واسيبها لحد ما تتسبك. وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. عقبال ما صلصه الكفته تتسبك هنشوف هنعمل ايه. الكفته دي كده خلاص. هغطي بقى الحله وهسيبها تتسبك كده مع نفسها. هنشوف بقى بعد كده هنبدا في ايه تاني. هنا بقى ايه، حطيت الزيت على النار سخن. جبت الكفته بتاعتي، طبعا دي انا كنت مفرزناها عاملاها قبل رمضان. دي كانت من ضمن تحضيرات شهر رمضان. كنت عاملاها طبعا ومصبعاها ومكيساها زي ما انتم شايفين كده في الطبق الفل. بعمل الطبق على قد الطبخه، يعني مره واحده على قدنا احنا. علشان لما افك يعني الطبق افكه مره واحده. يعني ما ينفعش ان انا بالذات في اللحوم ان انا افك الحاجه وارجعها تاني الفريزر. هنا خلاص كده حطيت الكفته، نزلت بيها في الزيت وبدات ان انا احمرها. وكده خلاص طلعت هنا اول دي كانت تاني طاسه. انا كنت محمره قبلها كمان حبه قدهم. وهنا هبدا بقى ان انا هرفعها من الزيت علشان هنزل بيها على الصلصه. وفي الوقت ده كانت الصلصه اتسبكت معايا. هنشوف دلوقتي انا هعمل ايه. هبدأ بقى زي ما انتم شايفين كده. هنا كانت الصلصة اتسبكت، وهبدأ انزل بالكفتة اللي انا حمرتها على الصلصة. هنا بنجز بقى في الوقت، وبعمل حاجة واسيبها شغالة على عين، وببدأ ان انا اشتغل على عين تانية. نزلت بالكفتة على الصلصة، وهبدأ بقى انزل عليهم بالبطاطس المكعبات زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ ان انا اقلب. نزلت ببقية البطاطس، وهبدأ ان انا اقلب، وهظبط بقى الملح. هحط برضو شوية ملح تاني، وزودت بمية مغلية. وهبدأ ان انا ازود فلفل اسمر، علشان انا بقى هبدأ بقى ان انا اظبط الملح لكل حاجة، للبطاطس وللكفتة، علشان الاكل يطلع ملح مظبوط. بظبط الملح، اقلب بقى الكلام ده كله، وهسيبهم بقى مع بعض. بس هراعي ان انا هخلي البطاطس لفوق زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، وخليت الكفته هي اللي لتحت. لان طبعا سوى البطاطس مش هيكون زي سوى الكفته، لان دي كفته جملي بتاخد وقت في السوى، وانا مش عايزه البطاطس تتهري. يعني انا مش عايزه البطاطس تتهري وتكون الكفته لسه، لا، انا خليت الكفته هي اللي لتحت. وخليت البطاطس لفوق. يا دوبك خدت غلوه وطفيت عليها وسبتها متغطيه. وهراعي ان البخار اللي هيكون في الحله ده كمان هيساعد على تسويه باقي البطاطس. انا مش عايزاها تتهري، يا دوبك انا اديتها غلوه وغطيتها وسبتها. وعقبال ما عملت الرز كانت هي خلاص دخلت على سوا. هنا بقى عملت ايه في الحله التانية. انا غليت الشوربه ونزلت فيها بكيس باميه. طبعا الباميه دي انا كنت مفرزناها برضو، وكنت محضراها في الموسم بتاع الباميه، ونزلتها من الفريزر. حطيتها وهي ما فكتش، يعني ما كانتش لسه فكت. حطيتها في قلب الشوربه عقبال ما هي تغلي. انا كنت بعمل ايه بقى، كنت بعمل الرز. حطيت الماده الدهنيه، وهبدا ان انا انزل بالشعريه، احمر الشعريه، وهكمل وهنشوف دلوقتي. اهو نزلت بالشعريه في الحله، وهبدا ان انا احمر الشعريه وتاخد لون
جولد كده جميل. وهنا كنت بظبط لكم الكاميرا علشان تبقوا شايفين الحله التانية انا بعمل فيها ايه. هنا بقى الباميه بتغلي وكل يعني تمام، الدنيا كانت كده ماشيه معايا تمام. هبدا بقى ان انا اقلب. هبدا بقى ان انا اظبط الملح. هنا كنت خلاص نزلت على الشعريه بعد ما خدت اللون الجولد، نزلت عليها بالرز المغسول متنضف ومغسول. وهبدا ان انا افلفل الرز علشان ما يبقاش معجن طبعا. هنا بقى فلفلت الرز ورفعته من على النار. كان لسه يعني باقي وقت شويه على المغرب، فاستنيت شويه. هنا بقى هبدا ان انا هعمل ايه، هحمر اللسان عصفور. هنا ببدا اجهز علشان قبل المغرب بنص ساعه هبدا بقى ان انا اكمل الكلام ده كله. نزلت بلسان عصفور وهبدا ان انا احمره، وحطيت الماده الدهنيه. ولو حصل معاكم يعني وانتوا بتحمروا اللسان عصفور حسيتوا ان الماده الدهنيه زياده شويه، هبدا ان انا بعد ما احمر اللسان عصفور هبدا ان انا اصفي الماده الدهنيه، علشان لما بتكون زياده فيه بيبقى تقيل كده وما بيبقاش حلو. هبدا بقى على العين التانية هعمل ايه، انا هعمل التوم للباميه. هنا شوحت فصين توم، وهبدا ان انا انزل عليهم بكزبره بس في اخر التشويحه. انا مش هحطهم في الاول علشان ما ياخدوش لون غامق فتمرر معايا، وكمان تديني ايحاء ان التوم هو اللي غمق، فانا بحط الكزبره في الاخر. هنا بقى ببدا انزل بالثوم المتشوح ده على الباميه. هنا كانت الباميه استوت في الشوربه زي ما انت شفتها الاول، بس الحته دي انا نسيت اصورها. اديتها يا دوبك بس لفه في الخلاط، يعني لفه واحده بالعدد وفصلت، ولفه تاني بالعدد وفصلت، علشان انا مش عايزاها تتهري، انا عايزه تكون فيها قطع صغيره. وساعات بعملها ايه بقى، ساعات بخرطها لقطع صغيره وبحطها في الشوربه، بس انا المره دي انا اديتها لفه كده في الخلاط. وبدات بقى ان انا نزلت بالتقليه بتاعتي، نزلت بيها على الباميه وكده. خلاص انا خلصت الباميه الويكه كده، دي كانت تمام خلاص. بعد كده بقى قبل المغرب بنص ساعه بدات ان انا انزل بالشوربه على لسان عصفور، وانزل بالشوربه على الرز علشان الاكل يكون جاهز معايا وانجز وما اتاخرش. هنا بقى بوريكم ان كله الدنيا ماشيه تمام. هنا معايا كانت الكفته كانت خلاص، حتى لو تلاحظوا شكل البطاطس هنا كان خلاص دخل على سوا. هي غلوه واحده اللي اديتها لها وطفيت وخليت الحله متغطيه علشان البطاطس ما تتهريش معايا. هنا بقى كان لسان عصفور بيغلي، اديته غلوه واحده برده وطفيت وخليته متغطي علشان انا عايزه احتفظ بالشوربه في لسان عصفور. انا عارفه ان في ناس كتير مش بيظبط معاهم، والمشكله دي بتواجه كذا حد يعني قالها قدامي. فانا مش بخليه يغلي لحد ما يستوي، يعني ما بياخدش الوقت كله في الغليان مع الشوربه، لا انا بديله غلوه واحده مع الشوربه وبطفي عليه وبغطيه. السخونيه والبخار هما اللي بيكملوا سوا اللسان عصفور. وهنا بضمن ان اللسان عصفور ما يشربش الشوربه، يعني ما يبقاش ناشف. مش بص بقى الاقيه شرب الشوربه وازود تاني وازود تاني لحد ما يعجن معايا، لا المرحله دي بتخليه يطلع جميل. وهنا بقى كانت خلاص المغرب بتأذن، وهنا كنت خلاص حضرت الاكل زي ما انتم شايفين كده. حتى لو تلاحظوا انا هنا كنت نسيت احط الباميه الويكه، احطها يعني من ضمن جنب الاكل، بس في الاخر افتكرت وصورتها لكم برده وهتشوفوها في اخر الفيديو. هنا الرز متفلفل ولونه جميل، شايفين لون الشعريه جميل ازاي. وهنا كفته الرز كانت جميله والبطاطس مش مهريه، وادي الرز جميل شكله. وادي طبعا طبق المخلل اللي ما مفيش بيت بيخلى من طبق المخلل ده، وبالاخص في شهر رمضان. وهنا طبعا كنت عامله عصير مانجا، انا كنت مفرزناها برده في موسم المانجا وكنت حاطاها في الفريزر. نزلت الكيس ضربت المانجا في الخلاط. وهنا كانت خلاص الدنيا معايا ماشيه تمام. وادي شوربه لسان عصفور زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل، وادي العصير. وكل سنه وانتم طيبين، يا رب اكل النهارده يكون عجبكم وتاخدوا فكره. وان شاء الله باذن الله ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والسبسكرايب. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت معاكم هبه.